مين الأصعب؟ الإيموشن ولا الفكرة؟ الإيموشن 100%. فبيحصل إيه؟ إن العقل دايما بيطلع مبررات، بيجيلك جاستيفيكيشن. هو شاطر جدا في الجاستيفيكيشن، الفانكشن بتاعته فور جاستيفيكيشن، يديلك مبررات. المبررات دي قد تزود لك الموضوع أكتر. يعني لو أنت متضايق ومتعصب ومش عارف إيه، دول قالوا عليك، دول عملوا فيك and so on، تديلك علشان تزود. بس mainly هو الهدف it is a distraction عن ان انت تتحمل في الايموشن. ايه بقى اللاتين جو؟ اللاتين جو let go ايه؟ يعني انا النهارده في ايموشن معينه، متضايق، متعصب، او عندي حاجه معينه، let go ايه؟ let go العصبيه، let go الباست، مثلا عندي هيستوري معينه، عندي تروما معينه، let go ايه؟ انا النهارده معنى كلمه let go، انا عندي حاجه متعلق بيها وعايز اسيبها. اهم شيء في الموضوع ان انا لازم ابدا هو بالتمرين، هو ملهاش حل. هو ما بتجيش كده بدوس على زرار، دوست على زرار letting go فيو let it go. لا، فاكرين زمان واحنا اولاد صغيرين كنا بنعمل ايه؟ بنلعب شد الحبل. لما تيجي كنت تلعب شد الحبل، هو تخيل كده ان افكارك ومشاعرك عن حاجه معينه في ناحيه وانت في ناحيه. لو اخدوك بشدوك ناحيتهم هتفضل رايح معاهم. لو انت شدتهم عكس الاتجاه خدتهم معاك غصب. يعني ان انت تحبس مشاعرك ده غلط، مش حاجه كويسه. طب ما هعمل ايه؟ اسيب الحبل. يعني ايه اسيب الحبل؟ يعني اسيب مشاعر وافكاري كده وخلاص، ولا اعمل ايه؟ يعني اعملها ازاي؟ انا هطلع مشاعر الغضب. لو انا عندي مشاعر غضب هطلع مشاعر الغضب، اخدها كلها من اولها لاخرها، بس مش هتعلق بيها. هفرق المشاعر بتاعت الغضب اللي موجوده عندي دي، وافرق الافكار. يعني ابص على الفعل، الايفنت زي ما هو. يعني لو النهارده مثلا جينا نتكلم على، لو انت بتتفرج على في تلفزيون وشفت طاير اكل زيبرا صغير، حمار وحشي صغير، الزيبرا دي ايه مشاعر؟ غضب وقهرة وكلام من ده. التايجر ايه المشاعر بتاعتها؟ ده ابني كبر وبقى بيعرف يصطاد. واخد بالك من ما بين الاتنين، المشاعر في الاتنين شكلها عامل ازاي؟ بس هي ايه الحقيقة؟ نمر اكل زيبرا بس بدون مشاعر. انا لما بيجيني مشاعر الغضب، مثلا حد كان بيحب حد ومش قادر ينساه، ولا تعالى طلع مشاعرك اللي موجودة كلها، نبتدي نبص عليها عاملة ازاي، وبص على، يعني في اتنين سابوا بعض. طب ما احنا عارفين ان العلاقات، الحياة كلها بتنتهي. اي علاقة في الدنيا بتنتهي، سواء اتنين سابوا بعض او واحد مات، واحد من الطرفين مات، تنتهي، عمرها ما تكمل. letting go ان انا محتاج ان انا اطلع المشاعر كلها زي ما هي، وابص عليه، ابص على الايفنت او ابص على الموضوع كموضوع بدون ما اديله مواصفات، ما اوصفه. موضوع ايه اللي حصل كذا، وابتدي اريلاكس. انا تقول لي ده في المدينه الفاضله. في المدينه الفاضله لغايه لما تتعود. بس انت تبدا بحاجات بسيطه. يعني ايه؟ يعني مثلا سايق والعربيه اللي قدامك ماشيه بالراحه، في ناس ممكن تتعثرت يومها يضيع لو الراجل اللي قدامه ماشي بالراحه، بس انت ما تعرفش هو ايه ظروفه، ما تعرفش هو ليه سايق بالراحه. ممكن يكون مريض، في احتمالات كتير جدا، بس انت واخدها من وجهه نظرك بس. تكتيكس يا معلم. انت لما تبدا بالخطوات البسيطه اللي تفهم وتراعي ظروف اللي حواليك، وان انت ما تقدرش تغير الكون اللي حواليك،
ما تنفعش تفضل عندك حب السيطرة وحب إن أنت عايز تغيّر كل حاجة حواليك، أو احتياج إن أنت عايز تغيّر كل حاجة حواليك. تاخد الأمور ببساطة وتبتديها step by step لغاية لمّا توصل لمرحلة السلام النفسي. you let go التعلق. you let go التعلق. هو ده دي مشكلتنا في حياتنا. هو الattachment لأي حاجة هي المشكلة الأساسية. فاكر لمّا كنت باكلمك على الfundamental بتاع I like and dislike؟ I like and I like it بالطريقة دي، يعني مش بس I like it بالطريقة دي اللي هي عمرها ما هتحصل مرة تانية. whatever أي حدث حصل في حياتنا بيحصل مرة، إن المرة اللي بعديها حتى لو لبست نفس اللبس وحطيت نفس البرفيوم وعملت كل حاجة، ممكن الإضاءة ما تبقاش هي، الويتر اللي في المكان ده ما كانش هو نفس يعني استحالة يبقى typical إلا في الأفلام. أنت بتشوف الفيلم مرة تانية يتعاد مرة تانية، إنما يحصل لك نفس الانسيدنت مرة تانية بنفس الأحداث 100% تطابق، مش هيحصل.